السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا. هنعملها بطريقة حلوة جدا وطعمها بجد فظيعة. اي حد هيدوقها هتعجبه جدا ومش هيصدق ان انت عاملاها في البيت بكريمة. هنحطه فيها خطوة واحدة بس هتحولها خالص وهتخلي طعمها زي الفل. بس لو اول مرة بقى تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. دلوقتي انا هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها دلوقتي الشربات. انا محتاجه ايه؟ معايا كوبايه ونص من السكر، كوبايه من الميه، ونص ليمونه وفانيليا. هعمل ايه؟ انا معايا السكر كده هنزل بكوبايه الميه وهحطها على النار بالشكل ده. اول ما تغلي معايا هنزل بنص الليمونه، وبعد ما تخلص خالص بنزل بالفانيليا بتاعتي. هحطها على النار ان شاء الله، واول ما تتقل نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي هعمل ايه تاني؟ انا عايزه ابدا احضر الكنافه بتاعتي. طبعا كميه الكنافه دي بتاعتك انت، لو حابه تعملي صينيه اكبر من كده براحتك، ضعفي المقادير. عايزه المقادير بتاعتي اللي يريحك. انا معايا تقريبا 400 جرام من الكنافه. هاخد عليها 3/4 كوبايه من السمنه. عندك سمنه ماشي، ما عندكيش سمنه وعندك زبده هتمشي معاكي ممتازه وهتبقى زي الفل. اهم حاجه نوع السمنه اللي انت هتستعمليها تبقى حلوه عشان تديكي ريحه وطعم حلو للصينيه بتاعتنا. ومعايا معلقتين من السكر البودر. ادي مقادير كلها. اول حاجه انا هاخد بس معلقه كده من السمنه وادهن بيها الصينيه بتاعتي كده. بسم الله. هدهن بس كده ايه، معلقه واحده بالشكل ده. انا مش محتاجه كميه اكبر من السمنه، بس بالشكل ده كده. يبقى انا كده جهزت الصينيه بتاعتي وابدا اجهز الكنافه. الكنافه بتاعتي برضو مش عايزاها تبقى بودر، يعني مش عايزاها تبقى تخليها ناعمه. انا عايزاها برضو فيها قطع كده، تمام، علشان ما تفيولش منك وانت بتاكليها وتبقى مش حلوه. هنزل عليها بالسمنه بتاعتي كده بسم الله، كميه السمنه كلها بالشكل ده. وهاخد معلقتين من السكر البودر. السكر البودر ده بيديها لون حلو. ما عندكيش مش مشكله، يعني مش اساسي في الوصفه. بالشكل ده كده معلقتين كفايه قوي. وهبدا اقلب كل الكلام ده مع بعض كده، واغلف الكنافه بتاعتي بالسمنه والسكر. وزي ما قلت لك ما عندكيش سكر بودر خلاص مش مشكله. كده هبدا انزل بقى في الصينيه بتاعتي بكميه الجلاش الكنافه بتاعتي بالشكل ده. عايزه تعمليها صينيه كبيره براحتك، صينيه صغيره تقسميها، حاجه بتاعتك انت كده. خلاص كده انا ضغطت عليها كويس. انا عملت صينيتين، صينيه الطفت الصغننه دي والقالب الصغير، هو ده الوسط في الطقم. تمام. انت عايزه تعملي صينيه واحده كبيره اللي يريحك، عايزه تعملي اتنين صغيرين زي ما انا عاملاه، دي حاجه بتاعتك انت. اهم حاجه هتضغطي عليها كويس، تمام، عشان الوش بتاعها يبقى مستقيم. وهنبدا نسقيها بحاجه بسيطه كده فوق الوش. بصوا يعني هي رشه كده من السمنه كده، حاجه بسيطه خالص اهي، عشان تاخد برضو اللون الايه المحمر الحلو. هعمل ايه؟ انا طبعا مولعه الفرن بتاعي، هبدا ادخلها لحد ما تستوي معايا وتاخد اللون الاحمر. هدخلها ان شاء الله ونيجي نعمل الكريمه مع بعض. طب انا دلوقتي برضو هعمل الكريمه اللي هحطها على الكنافه بتاعتي. عباره عن ايه؟ انا معايا كوبايه من الكريم شانتيه ده خام بدون سكر، معايا معلقتين من الكريم باستري، ومعلقتين مليانين. والاضافه دي بتدي فعلا للكريمه، بتحولها من طريق لطريق تاني خالص. يعني انت لو حطيتيها هتحسي بالفرق ده، بس لو ما عندكيش مفيش مشكله. بس لو جربتيها جربيها وقولي لي رايك ايه. ومعايا كوبايه وربع من عصير الجوافه المانجا. انا ده ضرباها كويس ومش مخففاه، انا مخليها تقيل يعني زي البوريه شويه، وحطيته في الفريزر يجمد شويه معايا. ومعايا ربع كوبايه من السكر البودر. طب ما عندكيش سكر بودر مفيش مشكله، ممكن تستعملي السكر العادي وتضربيها او تقلبيها مع العصير بتاعك. يعني تحطي سكر عادي تقلبيه مع العصير وتحطيه لو ما عندكيش بودر، بس انا عشان متوفر عندي فانا بحب استعمل البودر. هعمل ايه؟ انا هاخد كل الكلام ده كده بسم الله في الطبق اللي انا هضرب فيه، وهنزل بكوبايه الكريمه والسكر كل مقادير بقى كده، ومعلقتين الكريم باستري ده انا برضو بجيبه من الراجل اللي بيبيع مستلزمات الحلويات، بيبقى موجود. هنزل كده بكوبايه وربع من عصير المانجا. هو بصوا تقيل معايا اهو بالشكل ده، تمام، وفي نفس الوقت ساقع. انا عايزاه حطيته في الفريزر شويه
بس كده. انا هعمل ايه؟ انا هضرب كل الكلام ده كده مع بعض بالمضرب الكهربائي. طبعا مش هينفع معاكي خلاط خالص، هنضربه ونشوف شكله بعد ما نضرب. خلاص كده انا خلصت الكريمه بتاعتي. بصوا هي بقت بالشكل ده. هبدا بقى احطها في اي كيس من عندي، وطبعا ممكن تستغني عن الخطوه دي، ونيجي بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا الكنافه بتاعتي استوت واخدت اللون الاحمر القمر ده، تمام. طبعا والشربات بتاعي برده بقى جاهز معايا. هبدا بقى كده ازقي ايه الكنافه بالشربات. بسم الله كده. بسم الله كده. بس ايه حاجه بسيطه، انا مش عايزه شربات كتير، بس عشان الكنافه بتاعتي تبقى مسكره وحلوه وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه بالشكل ده. بس طبعا انا سبت قبل ما احط، انا سايبه معلقتين. هقول لكم المعلقتين دول هنعمل بيهم ايه كده. دلوقتي هعمل ايه؟ انا هسيبها لما تبرد معايا خالص، يبقى انا عايزاها متلجه معايا عشان لما نحط الكريمه بتاعتك ما تسيحش. هسيبها واول ما تبرد ان شاء الله نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا استنيت لحد الكنافه بتاعتي ما بردت خالص، وهبدا احط الكريمه بتاعتي. حطيها بقى بالطريقه اللي تعجبك بالشكل ده كده. بسم الله. اوزعها على الصينيه كلها كده. انا شايفه كيس بيبقى اسهل لي، بحيث ان هو بيوزع لي كميه الكريمه متساويه، ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. هكمل بقى بقيه الصينيه بالشكل ده، ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا هبدا بقى اعمل لها روزيتات. طبعا الخطوه دي بتاعتك، يعني حابه تعمليها اعمليها، مش حابه مش مشكله. انا هعمل روزيتات بس كده عشان تبقى منظرها حلو مش اكتر. اهي كده. خلاص كده انا خلصتها كلها. هبدا بقى، انا عندي دي مكعبات مانجا انا مقطعاها، انا كنت مفرزاها من الصيف اللي فات، تمام. وهبدا احطها على الوش بالشكل ده. نبدا نوزعها بالشكل ده. خلاص كده بصوا انا خلصت الصينيه بتاعتي. قد ايه شكلها جميل قوي، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي حاجه. طبعا انت بتشتريها من بره بمبلغ كبير جدا، احنا ان شاء الله عملناها بحاجه ما فيش، واكترها بتبقى موجوده في البيت. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم متنسونيش في اللايك، الاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.